تسليط الضوء على الصراع بين القيم الاجتماعية التقليدية وبين حرية الفكر والروح. نوال السعداوي كعادتها تكتب بصراحة وجرأة غير متناهية، ودائما تحكي على التجارب الشخصية اللي مرت بيها والدين والسياسة والمرأة، وتدعونا أنه نرى أنفسنا من الداخل ونواجه الحقيقة بلحظة صدق مهما كانت صعبة. أبرز الأشياء اللي لاحظتها بهذا الكتاب هو التعبير عن الذات بلا خوف، طرح أسئلة وجودية عن الحرية والعدالة، وكسر تابوهات العادات والمجتمع. بنات أكون صريحة وياكم، الكتاب يحمل تأملات عميقة جدا، ينطيه طابع الكآبة بسبب الحقائق الموجودة به، يخليه ثقيل على النفس البشرية. مو أي أحد يقدر يتقبل المود اللي راح يدخل بسبب سرد القصص اللي مذكورة به. فاللي نفسيته ما تتحمل إنه يواجه ويصارع الحقيقة فيبتعد عليه. كعادتها نوال السعداوي تهتم بأبرز التفاصيل، أني ما أميل لذكر التفاصيل بهاي الطريقة. أحب الفكرة أوكي توصلني، بس مو هالقد التشريح بالتفاصيل. بس أتوقع مهنتها هي كطبيبة وكانت تهتم بالتشريح، عكست على كونها كاتبة.